السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو كنت اول مره بتشوفني تتابعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو للاستمراريه في رفع الفيديو. مشاجره عنيفه بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ومحامي هاني العتال. شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اشتباكا بين رئيس نادي الزمالك وأنصاره مع الدكتور سيد بحيري محامي هاني العتال نائب رئيس الزمالك على هامش القضية التي رفعها رئيس النادي ضد اللجنة الأولمبية ضد قرار بإيقافه لمدة عامين عن ممارسته لعمله. وبدأت الأزمة عندما وجه رئيس الزمالك سبابا ضد العتال، فرد بحيري بأنه هجوم رئيس الزمالك سببه ضيق من انتصار العتال على نجله أحمد مرتضى منصور في الانتخابات، فانفعل رئيس الزمالك وأصدر صوتا عاليا رد عليه بحيري بقوله الجزمة دي على دماغك، معتقدا أن رئيس الزمالك قال له سأضربك بالجزمة، وهو ما نفاه رئيس الزمالك وطلب باعتذار رسمي مسجل في محضر الجلسة. طالما انت ما قلتش الجزمة يبقى انا ما وجهتش ليك الكلام. فتوعدوا رئيس الزمالك وانصاره بمشاجرة بعد الجلسة. كانت محكمة القضاء الإداري قد حجزت دعوى رئيس الزمالك ضد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عامين للحكم في جلسته يوم 18 إبريل الجاري. وشهدت الجلسة تقدم كمال شعيب محامي ممدوح عباس، والذي تداخل في القضية بطعن بعدم دستورية المادة الأولى في قانون الرياضة بسبب أنها أعطت الجهة الإدارية الإشراف الإداري على الأندية بالمخالفة لنص المادة 64 من الدستور التي حررت الدولة من قيد أشراف الدولة حتى لا يخالف الوثاق الأولمبي الدولي. وفقا لمصدر فإن من المنتظر أن تتخذ المحكمة قرار من ثلاثة: الأول هو إلغاء قرار اللجنة الأولمبية وبالتالي عودة رئيس الزمالك لممارسة عمله، والثاني رفض الطلب وبالتالي سريان قرار بإيقافه لمدة عامين، والثالث قبول الطعن الذي تقدم به محامي عباس وإحالة القضية للمحكمة الدستورية للفصل في الأمر من أساسه. في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لأن ده بيحمسنا كتير جدا للاستمرارية في رفع الفيديوهات، وأتمنى إنك تعمل شير للفيديو.